satu suku jin yang paling terkenal membenci. بيبدأ فيلمنا مع واحدة اسمها إرما، وبتكون موجودة عند دجال وبتطلب منه ان هو يعمل لها عمل لابن عمها، والعمل ده هتخليه يبعد بيه عن مراته ويروح لها هي. والدجال بياخد منها صورة ابن عمها وبيقول لها ان هو هيسأل الجن اذا كان هيرضى يساعدها ولا لا، وفعلا بيعمل كده، والجن بيتجسم على جسم صاحبتها وبيقول لها ان جوازك من جيلان ابن عمك هيكون الجحيم. وبنشوف بعدها إرما هي وأمها وهم رايحين يزوروا ابن عمهم اللي متجوز ومعاه طفلة، وإرما بتحاول ان هي تتكلم مع جيلان، وبنعرف ان هم على علاقة ببعض. وبيحتفلوا هنا بعيد ميلاد صوفيا بنت جيلان ونسيا، وبتكون صوفيا ضريرة وما بتشوفش بسبب ان الشبكية انفجرت من وهي في بطن امها. وإرما بتخرج لجيلان بره وبتتكلم معاه، وبنعرف ان هي حامل منه، وكمان بتهدده ان هو لو ما اتجوزهاش واعترف بالطفل ده هتقول لمراته على كل حاجة وهتفضحه في العيلة كلها. وجيلان بيقول لها انت لو عملتي حاجة زي كده انا هقتلك. وبعد كام يوم إرما بتفضل ترن على جيلان بس ما بيردش عليها، واختها بتدخل عليها وبتقول لها فكك من اللي في دماغك ده، الراجل متجوز وعنده طفلة. بس إرما بتقول لها مالكيش دعوة وما تتدخليش في حياتي. ولما جيلان ما بيرضاش يرد عليها إرما بتروح له مكان شغله وبتهدده ان هو لو ما اتجوزهاش دلوقتي هي هتقتل نفسها وهتجيب له مصيبة. ولما جيلان بيحاول ان هو يزقها وياخد منها السكينة إرما بتقع على الارض وبتنزف دم، وبياخدوها وبينقلوها على المستشفى، وبنعرف ان هي اجهضت وان الطفل اللي كانت رابطه بيه جيلان مات. وجيلان هنا بيقول لها ان الحاجه اللي ما بيننا خلاص ماتت، وبيديها فلوس علشان خاطر المستشفى، وبيطلب منها ان هي ما تتصلش بيه تاني. وإرما هنا من حبها ليه ما بتبقاش راضيه باللي هو عمله، وبتفضل تصرخ في وشه، وبتقوله ان هي هتندمه على كل لحظة فكر ان هو يأذيها فيها. وجيلان وهو مروح على البيت بيقابل امام المسجد اللي بيقوله انت بقالك فترة ما بتجيش تصلي، وبيديله ازازة مية مقري عليها قرآن، وبيطلب منه ان هو يشربها علشان تطهر جسمه. وفي نفس اليوم بالليل وهو نايم جيلان بيحلم ان بنته واقفة جنبه ومطلعة عينيها وحطها على ايديها وبتقوله يا بابا انت السبب في كل اللي انا فيه. وجيلان هنا بيقوم من النوم مخضوض وبيروح يطمن على بنته وبيقعد جنبها وبيفتكر اللي حصل زمان، وان هو كان السبب في ان مراته تتأخر في الولادة لحد ما الشبكية بتاع بنته انفجرت. وتاني يوم في خطبة الجمعة بيكون إمام المسجد بيتكلم عن سجين، ودي بتكون الدرك الأسفل من النار، وكمان بيتكلم إن خدام النار دي مليانين حقد وغل وشر من البشر. وفي نفس الوقت ده إرما بتكون ركبت الأتوبيس علشان تروح عند الدجال اللي قررت إن هي تعمل عنده السحر. وفي نفس الوقت ده نيسا بتدخل على بنتها وبتقول لها إن بطنها وجعاها، ونيسا بتلاحظ إن في بقعة دم على فستانها. وبنروح لإرما هنا اللي بتكون وصلت عند الدجال وبتديله كل الذهب اللي معاها، وبتقوله ان هي عايزة تدمر حياة جيلان، وكمان بتقوله ان هي عايزاه ما يبقاش شايف حد غيرها ويجيلها راجع. والساحر بيرد عليها وبيقول لها ان هو هيعمل لها سحر مش هتقدر ترجع فيه ابدا، لانه هيستعين من قبائل من سجين وهم دول اللي هيقدروا يشفوا النار اللي جواها. وكمان بيقول لها ان هو هيموت لها مرات جيلان وبنته وكل نسلها هيتأذي، وساعتها جيلان مش هيلاقي حد قدامه وهيجيلك راكع. وبيطلب منها ان هي تجيب له اي حاجة تخص نيسا ويستحسن لو دم. وتاني يوم الصبح إرما بتزور نيسا في البيت بحجة ان هي مسافرة وجاية تسلم عليها قبل ما تمشي. ولما بتدخل بتقعد معاهم شوية وبتطلب من نيسا ان هي تدخل الحمام، وبتفضل تدور على اي حاجة تخص نيسا لحد ما بتلاقي شعر في المشط بتاعها، وكمان بتلاقي كيس فيه دم حيض موجود في الزبالة، وفعلا بتاخدهم وبتمشي وبتروح علشان تعمل الجريمة بتاعتها. والساحر هنا بياخد فعلا الحاجات اللي جابتها له وبيبدأ يعمل عليها الطقوس، وبتكون الطقوس بتاعتها بشعة لانه بيجيب رجل بني ادم حقيقية وراس خنزير وبيعمل عليهم الطقوس بتاعته، وبيفضل يقول تعويذة وبيقول رموز غريبة، والمكان كله بيفضل يتهز والعظمة اللي في ايده بتتكسر وكل حاجة بتقع من مكانها، وبيبان ان السحر ده قوي جدا. والساحر بيقول لها ان كل حاجة تمت وان نيسا حياتها هتتدمر في خلال 5 ايام بس. وبيجي هنا اول يوم وبتدخل نيسا لحماتها الأوضة اللي بتكون قاعدة في السرير وما بتتحركش منه، وكان واضح ان نيسا هنا هي اللي بترعاها وبتأكلها، بس فجأة نيسا بتجيلها الحالة وبتكون هتموت حماتها، وعلى اخر لحظة بتفوق وبتكون مصدومة من اللي هي عملته، وبتفضل تعتذر لها وبتسيبها وبتمشي.
وبتروح تشوف الأكل اللي بيكون عبارة عن عدس بيغلي، وده طبعا زي النسخة التركية. ونيسا هنا بتنزل علشان خاطر تشوف الغسيل، وبنلاحظ باب الأوضة بتاع حماتها بيتفتح لوحده، وحماتها بتكون ماشية على رجليها لأول مرة من سنين طويلة، وبتفضل ماشية لحد ما بتوصل للبوتاجاز وبتجيب الحلة بتاعت العدس وبتطلقها على نفسها، فبتتصدم نيسا من المنظر وبتفضل تصرخ، وحماتها جسمها كله بيتسلخ وبتقع وبتموت. وبالليل وهم بيصلوا عليها بتظهر نيسا قدامهم وبيكون شكلها مرعب، والشيطان هنا يا صديقي بيكون مسيطر عليها، والكل بيكون مستغرب، وبتشيل الكفن وبتحدفه بعيد وبتفضل تصرخ بطريقة مرعبة، وكل اللي موجودين بيكونوا في حالة ذهول وبيحاولوا ان هم يسيطروا عليها. وفي نفس الوقت ده بتكون إرما واقفة وشايفة كل ده قدام عينيها، وكان باين على وشها الفرحة، وإمام المسجد بيحاول ان هو يسيطر عليها وبيحط ايده على دماغها وبيفضل يقول آيات من القرآن لحد ما نيسا بتهدى وبترجع لوعيها. وفي نفس اليوم بالليل وهم نايمين جيلان بيسمع أصوات مرعبة بتكون جاية من الصالة، وبيفضل ماشي ورا الصوت لحد ما بيلاقي ستات شكلهم مرعب وبيكونوا حاطين جثة في وسطهم وبيعملوا عليها طقوس معينة. ولما جيلان بيخاف وبيطلع يجري بيقع من على السلم وبيغمى عليه، ولما بيرجع يفوق تاني بيلاقي نفسه متكفن ومحطوط في وسطهم، والستات دي بتعمل عليه طقوس وبتهجم عليه واحدة فيهم وبتفضل تقوله كلمات مرعبة لحد ما جيلان بيفوق من النوم، وبيطلع كل ده أصلا كان كابوس، وبيلاقي بنته هي اللي واقفة جنبه وبتصحيه، ونسيا بتكون حالتها عمالة تسوء يوم عن التاني. وبنروح هنا لبيت إرما اللي بنلاقي أمها بدون أي مقدمات عمالة تكسر في كل حاجة في المطبخ، وبتفضل تصرخ وتقول كلمات غريبة، وبتاخد حتة إزازة وبتبلعها. ولما بترجع إرما واختها من بره بيفضلوا ينادوا عليها وبيلاقوها ميتة في المطبخ، والدم بيكون مغرق كل حتة، وإرما بتكون مصدومة وما بتبقاش عارفة كل ده بيحصل ليه، وبتفضل تعيط على أمها. وتاني يوم الصبح بعد ما بيدفنوا أمهم إرما بيكون ضميرها صحي، وبتحكي لأختها على كل حاجة، وبتقول لها إن هي عملت سحر لابن عمها جيلان، وإن هي مش هتقدر ترجع فيه أبدا، وإن كل اللي بيحصل للعيلة ده من ورا السحر ده، بس هي كانت عاملة السحر لنيس مراته وما تعرفش إيه اللي حصل وليه بيحصل لهم كل ده. وفي نفس الوقت بتكون نيس قاعدة مع بنتها وشكلها مرعب، وبنتها بتفضل تكلمها بس نيس مش معاها خالص، وفجأة بيجيلها تشنجات وبتفضل تصرخ وبتطلع تجري على الترابيزة وبتعمل مشنقة وبتنتحر، بس على آخر لحظة بيكون جوزها وصل وبيقدر ان هو ينقذها وياخدها في حضنه، وبيفضل يعيط وبيقول لها ان هو مصدق كل كلمة هي بتقولها وبكرة هيبدأ في العلاج. وفعلا بيجيب لها الإمام بتاع المسجد وبيفضل يقول آيات من القرآن، وبعد ما بيخلص بيقول له ان هي ممسوسة من أقوى أنواع الجن ومش هيعرف ان هو يعالجها لوحده، وبيطلب منه ان هو يجيبها له النهاردة بالليل في المكان اللي بيعمل فيه الجلسات بتاعته، وبيقول له حاول تفكر في مين اللي بيكرهكم وممكن يعمل لكم حاجة زي كده، لأن معرفة الشخص أو نوع السحر هيسهل علينا حاجات كتير. وبعد ما بيخلصوا وبيوصلوا جيلان بيلاقي إرما وأختها جايله عند البيت، وإرما بتكون قررت إن هي تقوله على كل حاجة وإن هي عاملاله سحر علشان خاطر يسيب مراته ويتجوزها. وجيلان هنا بيتصدم من اللي بيحصل وبيقول لها إن هو هينتقم منها وهيقتلها، بس أهم حاجة عنده دلوقتي هي نيس مراته وإن هو يقدر ينقذها من اللي هي فيه. وإرما بتاخد أختها وبتروح على البيت وبتقول لها إن هي هتروح للساحر اللي عملت عنده السحر ده يمكن تقدر تخليه يوقفه، بس اختها ما بتردش عليها، وإرما بتستغرب وفجأة شكلها بيبقى مرعب وبتفضل تصرخ في وش إرما، وإرما بتتخض وما بتبقاش مصدقة اللي هي شايفاه وبتهجم عليها وبتخنق فيها وبتكون عايزة تقتلها، وإرما بتحاول ان هي تهرب منها لحد ما بتدخل أوضة وبتقفل على نفسها، واختها بتحاول ان هي تكسر عليها الباب بس ما بتعرفش، وفجأة الصوت بيهدى وإرما بترجع تفتح تاني الباب بس ما بتلاقيش اختها موجودة بره، بس فجأة بتنط من الشباك وبتفضل تجري وراها لحد ما بيطلعوا بره البيت، وإرما بتمسك طوبة علشان خاطر تموتها بس بتلاقي اختها رجعت لشكلها الطبيعي، وفجأة بتتحول تاني وبتزقها وبتطلع على الشجرة وبتقف فوق وبترمي نفسها وبتموت. وفي نفس الوقت ده بيكون جيلان خد مراته عند إمام المسجد علشان يعملوا جلسة الطرد ويحاولوا يخرجوا منها الروح المستحوذة عليها، وإرما بتكون سابت أختها وراحت عند الدجال علشان خاطر يشوف لها حل، بس الست لما بتفتح لها بتقول لها ان مفيش حد موجود هنا بالاسم ده وبتحاول ان هي تطردها، بس إرما هنا بتزقها وبتدخل بالعافية، وبيبدأ إمام المسجد في عمل الطقوس على نيسا، وأول ما بيحط على وشها مية مقري عليها قرآن نسيا بتفضل تصرخ بأعلى صوت وبنحس ان وشها بيكون بيتحرق،
وبتفضل تتشنج بطريقة مرعبة ومخيفة، وبتوقع منه الإزازة وبتكون عايزة تهجم عليه وتموته، وكل اللي موجودين بيمسكوها وبيحاولوا إن هما يسيطروا عليها. بس نسيا هنا بتفضل تصرخ بصوت عالي وبتعمل حركات مرعبة. وبنروح لإرما اللي كانت بتدور على السحر في البيت كله، وبتفضل تنادي عليه بس محدش بيرد عليها. وبنرجع لنسيا اللي بيجيبولها قماشة مكتوب عليها كلام وبيلفوها بيها، وإمام المسجد بيدلق عليها مية وبيفضل يقول آيات من القرآن. ونسيا بتفضل تصرخ وما بتبقاش مستحملة اللي بيحصل. وبنرجع تاني لإرما اللي بتكون بتكسر في المكان ومنهارة من العياط. وفجأة هنا نسيا بتهدى وبيفتكروا إن هي اتعالجت، بس فجأة المكان بيفضل يتهز بطريقة مرعبة وكل حاجة موجودة فيه بتطير. وبيفضلوا يوحدوا الله، وإمام المسجد بيرجع يقول آيات من القرآن تاني. ونسيا هنا بتفضل تضحك بطريقة مرعبة، وفجأة شكلها بيتغير وكلهم بيخافوا منها. وإمام المسجد بيفضل يقاوم معاها وبيكمل آيات القرآن اللي بيقولها، بس فجأة نسيا بتطير في الجو وبتفضل تضحك بطريقة بشعة. وإرما اللي موجودة في بيت الدجال بيفضل جسمها يتكسر، وكأن في حاجة مسيطرة عليها هي اللي بتكسره، لحد ما الشيء المخفي ده بيسيطر عليها وبيخليها تموت نفسها. وفي نفس الوقت نيسا هنا بتكون بتقول كلمات مرعبة وهي طايرة في الجو، وكانت عمالة تبص لجوزها وبتقوله ان انت السبب في كل اللي بيحصل لانك خنتني وجبت طفل من الحرام. وإمام المسجد بيجيب عصاية وبيكون عايز يضرب بيها نيسا، ولما جيلان بيمنعه بيقوله ان هو مش هيضربها هي، وان اللي هيحس بالوجع الكائن اللي مستحوذ عليها. وقبل ما يضربها بالعصاية كلهم بيقعوا على الأرض وبيغموا عليهم. ونسيا هنا بتكون قدرت ان هي تفك نفسها وبتروح على جوزها وبتفضل تخنق فيه وبتكون خلاص عايزة تقتله، بس إمام المسجد هنا بيفوق على آخر لحظة وبيضربها على دماغها وبيغمى عليها. ولما جيلان بيحاول يفوق نيسا تاني بيكتشفوا ان هي ماتت، وفجأة بتظهر صوفيا بنته قدامهم وبيكون شكلها مرعب. وهنا يا صديقي بنفهم الحقيقة كلها، وبنعرف ان الجن ده اصلا مسيطر على بنت جيلان مش نسيا مراته. وبنرجع للمشهد اللي نسيا لقت فيه دم على فستان بنتها، وعرفت ساعتها ان هي بلغت وان دي العادة الشهرية، وان في نفس اليوم ده إرما زارتهم في البيت، وطبعا دخلت علشان تاخد اي حاجة تخص نسيا تعمل عليها السحر. ولما إرما دخلت الحمام وما كفهاش الشعر اللي خدته من المشط، قررت ان هي تاخد منديل الدم اللي طلع اصلا ان هو بتاع صوفيا مش بتاع نسيا، وان الساحر عمل السحر على الدم لانه بيبقى اقوى في السحر بتاعه، وان الساحر قال لها ان صاحبة الدم هتموت هي وعيلتها في خلال 5 ايام. علشان كده كلهم بيتأذوا وبيعرفوا ان الدور المرة دي على ابوها، وبتفضل تخنق فيه لحد ما بيموت، وبتصرخ في وش إمام المسجد وبيغمى عليه. وعايز اقولك يا صديقي ان القصة دي حقيقية، ومات فعلا 48 فرد في عيلة صوفيا. وإمام المسجد بيصحى تاني يوم على الشرطة وهي موجودة في المكان وبتتهمه بقتل نسيا وجوزها، وطبعا ما بتصدقش القصة اللي هو بيقولها لهم، وصوفيا بتكون نهايتها الموت. بس كده يا سيدي، ودي نهاية الفيلم. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وده يا معلم علشان يوصلك إشعار بكل أفلامنا الجديدة. يلا أشوفكوا على خير في فيلم جديد. سلام.